يا صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. تعالوا بقى نصلي على النبي، نخش على المطبخ نشوف الاكل بقى ايه النهارده. احنا بصراحه صارفين ومكلفين، عاملين ممبار وبط وملوخيه. احنا طبعا ايه حطينا زي ما انتوا عارفين الميه وبتاعه البطه يتسلق. دي بقى كانت خلطه جاهزه عندي، بس انا ظبطت فيها شويه وبشرت عليها بصلايه، وحطيت عليها شويه شطه ومعلقتين صلصه وايه، وظبطتها للممبار يعني. خلاص، ودول كان جبت 2 كيلو ممبار، نضفتهم، قلت اعمل ايه بشويه الخلطه دول شويه جنب الاكل. وطبعا الملوخيه طبعا اللي كانت متشاله في الفريزر بتنفع. انا طبعا حشيت كده زي ما انتوا شايفين كده على السريع اهو، في ثانيه حطيت الحله لل... للممبار تغلي على النار على ما اخلص. بطايه هنا طبعا ايه يعني، بطايه ولدي محترمه دخلت اهي في السوا. ودوت بتاع السليق كان خلاص هيغلي. حطيت البصلايه وحطيت طبعا ملح وفلفل وحبهان، واكنك يعني ايه تظبطي الشوربه، حطي كل حاجه، وكمان فصين ماجي عشان ايه تدي الطعم المظبوط. خلاص الممبار ما خدش سليق خالص، وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود وكل حاجه. وهنا طبعا ايه نعمل شويه رز عشان هنعمل الملوخيه، وشويه رز بشعريه. طبعا هنا الشوربه بتاعت البط، طلعت شويه ملوخيه من اللي انا كنت عاملاهم، قطعتهم مكعبات زي ما قلت لكم. انا شفت الطريقه دي قبل كده وجربتها، كانت حلوه جدا في الملوخيه المتفرزه. خلاص، ولا بتسقط ولا اي حاجه. خليت الميه هي الشوربه تغلي، وحطيت عليها الملوخيه، قطعتها مكعبات كده وحطيتها فين في الشوربه. طبعا المكعبات كده بقى ايه ما بتسقطش الملوخيه، تفضلي ايدك فيها تقلبيها عادي خالص اهو زي ما انت شايفه. فكت على طول. لما بتتعمل مكعبات بالشكل ده بتفك بسرعه، غير لما تحطيها حته واحده. وخليها تغلي كويس، تغلي تغلي ما يا دوبك تقولي كده لا هتفور تشيليها، لا، خليها تغلي. وحطي عليها نص معلقه بيكنج باودر صغيره، يا دوبك تحطي البيكنج باودر تقلبي يدوب، تشيلي على طول الملوخيه. خلاص، ما تسيبهاش تغلي بالبيكنج باودر كتير بس. خلاص اهو شايفين بقى الجمال والحلاوه. ودي طبعا الطشه بتاعتها. خلاص، ان اهم حاجه في الليله دي كلها الملوخيه والممبار النهارده بس. وخلاص، والبطايه هي بقى بنديها التحميره المتينه، ووراها الممبار على طول. خلاص، وعشان ايه هنتغدى بقى. بصراحة الممبار ده محدش بيقدر يقاومه يعني. في اي وقت بالليل الصبح الفجر موجود الممبار تعمليه. انا هما جم الحبة دول اللي انا ايه كان عندي الخلطة جاهزة وحشيتهم، جم كده، جم حبة حلوين يعني. اكلنا منه، كان كويس جنب الاكل. خلاص هنا بقى ايه ابتدى اهو يتحمر. يلا على السريع كده على طول، الطاسة كبيرة وحطيتهم كلهم حطة واحدة بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وده بقى كان شكل الاكل بعد ما خلصنا. بألف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.